السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وباحسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا فيديو جديد ونهار جديد. نبداو بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. اللهم ارحم والدينا ووالدي المسلمين اجمعين واجعل قبرهم من رياض الجنه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. بالنسبه لهذا الفيديو البنات بغيت نشارك معكم بحلاوه او بقلاوه اللي كتجي رائعه للشهر الفضيل، الله يدخلوا عنا بالصحه والسلامه، لا فاقدين لا مفقودين. كتجي معلكه ومعسله وشاربه اقتصاديه ورائعه البنات، صدقوني كتجي مقرمشه ولذيذه. نتمنى ان شاء الله تجربوها. بقاو مع المقادير وطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكون الاساسي هو الفول السوداني. انا خديته البنات بلا قشره، خديت 500 غرام اللي هي نص كيلو. كيبقى على حسب الافراد العائله. نتوما والاختيار ديالكم، بغيتو ديروا كيلو ولا كيلو ونص ولا، المهم انا خديت 500 غرام نص كيلو. صافي بعد ما غادي ندهن شويه بالزيت هاد الكاوكاو هذا او الفول السوداني، غادي ندهنوه البنات. الصراحه كناخذوها هكا منقي، كيجيني ساهل البنات، والله لا كيسهل عليا. صافي غادي نلبس بواحد 2 معالق ديال الزيت، ما غاديش نقليوها البنات، غادي عين نلبسوه بالزيت بحال هكا، كنحركوه مزيان حتى كيتلبس لينا بالزيت، وكنديروه في الفران اللي سبق لينا وسخناها البنات مزيان، وكنبقاو نستمروا في التحريك باش ما يتحرقش لينا البنات. حنا الغرض ديالنا يكون عندنا الكاوكاو او الفول السوداني يكون مذهب البنات، يكون محمر باش كيجينا زوين. ما تحرقوش البنات باش ما تجيكمش بحلاوه المذاق ديالها محروقه. خليوه هكا مذهبه البنات باش يجيكم البنات هاد البقلاوه او البحلاوه تجيكم زوين. صافي دابا من بعد ما درت له الزيت البنات غادي نديه الفران اللي سبق ليا وشعلته، كيكون سخون البنات كندخلو صافي، وكنبقى نقابلو البنات في تمروا البنات في التحريك ديالو، ما تخليوش هكا، ضروري ما تحركوه باش يتحمر ليكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكاوكاو ديالنا بعد ما تحمر لينا وعطانا واحد اللوين مذهب البنات. هانتوما كتشوفوا دابا غادي نخليه حتى يبرد تماما، عاد غادي ندوز باش نطحنو باش ما يخسرش ليا الهاشواره البنات. غادي ندوز باش نطحنو بعد ما برد لينا. درتو في الهاشواره البنات كامل ديك 500 غرام تنطحنها، كنضغط ونولي نحيد باش الغرض ديالي انا يكون عندي داك الفول السوداني او الكاوكاو يكون مهرمش هكا، باش شلا عضيتي العضه في البحلاوه تلقاي الكاوكاو البنات ملي كتنضغيه. بالنسبه لي انا الكاوكاو ها هو البنات درتو في هذه القصريه هذه. دابا خديت منه واحد شويه باش غادي نزين في الاخر البحلاوه ديالنا. عندي 3 المعالق كبار ديال العسل، عندي قبيصه ديال الملح، الزبده البنات اللي خليتها كتذوب لينا حتى ولات بهذا الشكل هذا نوازيط، عندي 2 شاصيات ديال الزهر، نكهه الزهر، وعندي القرفه. بالنسبه لهاد الحشوه كتجي البنات اقتصاديه ورائعه، وهاد الخنيشات ديال الزهر ديال النكهه ديال الزهر، والله البنات الا حسن ما ديروا الماء ديال الزهر كيطلق الماء البنات، من الاحسن ديروا هاد الشاصيات ديال الزهر ديروه. صافي غادي ندير واحد شويه ديال المليحه باش كتعادل لينا الحلاوه، ندير واحد المعلقه ديال القرفه حتى هي كتعطي واحد الطعم زويون البنات. بالنسبه لهاد الحشوه خطيره. صافي من بعد ما درت ديك معلقه هكا كبيره ديال القرفه مع عامراش، كندير 3 المعالق ديال العسل. بالنسبه للعسل البنات اللي عندكم متوفر، اللي مصوبينه في الدار ولا شاريينه، مهم العسل 3 المعالق البنات باش كتجينا الحلاوه هي هذيك البنات، حيت حنا غادي نسقيوها بالعسل كتجي حلوه. بالنسبه للعسل البنات 3 المعالق. وبالنسبه للزبده البنات انا ذوبتها مزيان، الزبده سنترال، ما ديروش الزبده ديال البواطه باش كتجيكم زوينه البنات. صافي كناخذ واحد 3 المعالق من الزبده اللي مذوبه حتى كتولي نوازيطه البنات، كتحيدوا لها داك الحليب صافي، وكنلبسوا مزيان داك الفول السوداني او الكاوكاو. بالنسبه للورقه خديتها البنات هذه، ما عنديش الورقه ديال البسطيله، خديت هذه من بيم، راه متواجده البنات، كتنفع في الصراحه. هكا كتجي فيها بسطيله مالحه، بسطيله حلوه، بريوات، الصيقار، كتجي زوينه البنات. هي حاولوا عليها راه كتقطع. انا الصراحه البنات كنفضل هاد الورقه هذه احسن من الورقه الاخرى اللي هكا كتصوب في الدار، زعما الصراحه هذه زوينه. كتكون هكا موجوده، ما كتبقايش تسناي عاد تدوموندي الورقه ولا شي حاجه، كتلقايها في بيم راه متواجده البنات على طول العام كاينه. صافي خديت الورقه البنات كنقسمها على 2 بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا.
صافي وكندهنها بالزبده اللي ذوبتها البنات مزيان صافي. وكندهنوا الورقه ديالنا مزيانه البنات، هانتوما كتشوفوا ما نخليو حتى جهه تكون ناشفه صافي. وكندوزو باش نديروا الحشوه ديالنا، كنديروها هكا شكل طولي بهذا الشكل هذا. حنا خصنا نديروا شكل هكا سيجار ولا حريبلات بهذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا كتزيروا شويه صافي، وكتبقاو تدوروا حتى كتكملوا الحريبي ديالكم او السيجار صافي. وكتاخذوا اللاطه اللي دهناها بالزبده وكنجمعوها البنات ديك الورقه اللي درنا فيها الحشوه، كنجمعوها بهذا الشكل هذا باش كيعطينا واحد الديكور اللي هو مكمش زويون كيجي في الصراحه. صافي كنبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا، واللي درناها كندهنوها بالزبده البنات باش تشرب لينا ديك الزبده. زيدوا شويه ديال الزيت لا بغيتو تزيدوه، انا راه ما زدتش البنات، درت غير الزبده صافي. وكنقطع دوك الجوانب صافي وكندهنها بالزبده مزيان، وكنبقى مستمره على هذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا بالنسبه للاطا راه متوسطه البنات، انا دوبت عاود الزبده كانت خاصاني صافي. وغادي ندوز نبقى مستمره على هذا الشكل هذا. كندهن بالورقه، بغيتو تقطعوا على الحجم اللي بغيتو. انا راه كانت الورقه جاتني شويه كبيبره، نقصت غير واحد شويه البنات باش يجيني داك السيجار او الحربول يجيني نيشان على اللاطه صافي. كندهن بالزبده البنات اللي ذوبت على هذا الشكل هذا حتى كنفزقها مزيان بهذا الشكل هذا صافي. وكندير الحشوه اللي كتجي رائعه البنات والله صدقوني. انا درت لكم الطريقه الاولى، وهذه هي الطريقه الثانيه الا بغيتو ديروها. كنشدوا هذاك السفود ديال الشوا كنديروها البنات واحد من هنا واحد من هنا. الا بغيتو ديروا ديك الطريقه اللي كتسلوها من الجناب وكتجي مكمشه، انا وريتكم معي جوج طرق كيفاش ديروا صافي. كناخذ ديك الحشوه كنديرها وكنبقى نلوي مزيان بهذا الشكل هذا صافي. وكنسلت السفود من هذا الجنب والسفود من هذا الجنب باش جينا مكمشه على هذا الشكل هذا. الصراحه انا درت جوج طرق البنات، الطريقه اللي جاتكم سهله ديروها، المهم تفنوا فيها نتوما كيف ما بغيتوا صافي. انا ما غاديش ندير دوك السفيف ذات البنات، غادي نبقى مستمره على الطريقه الاولى اللي درتها البنات. انا غير وريتكم اللي بغيتو ديروها، وريتكم الطريقه الاولى والطريقه الثانيه صافي. كنبقى مستمره. بالنسبه للورقه كنقطعها البنات على جوج، الورقه راه تبارك الله كبيبره، كنقطع على جوج كندهنها بالزبده، كنحيد الزوائد اللي عندي هكا غيجيوني خارجين على اللاطه كنحيدهم صافي. وكندير الحشوه البنات بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. بالنسبه للحشوه راه كتجي واحد المذاق ديال الزهر خطير فيها صافي. كنلويوها بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا صافي. كنلوي وكنجمعو كنلوي وكنجمعو كنكمشو من الجوانب من الوسط من كل شيء صافي. وكنحطوها في اللاطه بهذا الشكل هذا، راه كتجي واحد الديكور رائع والمنظر ديالها كيجي زوين. الحشوه ما تخافوش منها، راه ما كتخرج ما والو البنات. شفتوا في الفيديو كيفاش كانت، راه ما كتخرجش الحشوه زعما تقولوا غتقطع الورقه وغتخرج الحشوه ولا غطيب ولا هذه، لا البنات انتم شفتوا كيفاش دايره والله البنات ما خرجت لا حشوه لا والو صافي. كنبقى مستمره كندهن الورقه ديالي صافي وكندير الحشوه على هذا الشكل هذا صافي. وكنلوي بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا صافي. وكنكمش بهذا الشكل هذا. بغيتو ديروا السفيف ذات ديروهم صافي. وكندهنوا شويه هكا بالزبده باش كتسد لينا الورقه على هذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا. كنبقاو مستمرين حتى كنكملوا هاد السيجار او الحريبلات نكملوهم كاملين في اللاطه ديالنا حتى كنعمروها. هانتوما كتشوفوا من بعد ما عمرتها كندهنها البنات بالزبده والزيت باش غادي ندخلها للفران. بعد ما غادي نقطعها طريفات، ضروري دهنوها وقطعوها باش تجيكم ساهله البنات، باش منين طيب ليكم تشرب ليكم العسل وتجبدوها ساهله صافي. انا بعد ما قطعتها غادي ندخلها للفران اللي سبق ليا وشعلته. بالنسبه للفران راه درتو على 300 ديال درجه الحراره الفوق والتحت، راه كطيب من الفوق والتحت كتجي رائعه البنات صدقوني. غادي نسد عليها ونخليها حتى طيب البنات وديك الساعه غادي نخرجها. بالنسبه الورقه بقات لي شايطه البنات، خديت هذا المول هذا. ما تضيعوش ديك الورقه اللي شاطت لكم البنات، ما تضيعوهاش. انا خديتها البنات هذا المول دهنته بالزبده ودرت الورقه الاولى دهنتها حتى هي بالزبده، وغادي ندير الورقه نقطعها حتى هي وندير على قياس المول اللي عندي. هذه غادي نديروها شكل مربعات بحلاوه او بقلاوه شكل مربعات. كنبقاو مستمرين على هذا الشكل هذا. كندير الورقه وكندهن. انا الورقه اللي بقات ليا البنات انا ما بغيتش نضيع ديك الورقه وما بغيتش نضيع ديك الحشوه، قلت راه نديرها في هذا المول هذا. من بعد ما صوبت اللاطه ديالي قلت لي شاطت غادي نقادها في هذا المول هذا
حتى هي جات زوينه في الصراحه، والله الا جات غزاله البنات. صافي كنعمره من بعد ما درت 2 وريقات من التحت ودهنتهم بالزبده ضروري باش كيجيونا مقرمشين. هانتوما كتشوفوا من بعد ما صوبت الحشوه صافي غادي ندير الورقه البنات، غادي نغطيها بالورقه من بعد ما صاوبت الحشوه قاديتها. بالنسبه للورقه ضروري حتى هي كتدهن، هانتوما كتشوفوا كدهنوها مزيان البنات. الا كانت متواجده عندكم الورقه ديروها. انا راه في الصراحه اللي شاطت ليا راه درتوها البنات، ما بغيتش نضيعها في الصراحه، لا هي الحشوه شاطت ليا ما بغيتش نضيعها. 500 غرام راه فيها الخير والبركه البنات، كتعطيك واحد الطويصه وراه تبارك الله الخير والبركه. صافي كندهنها بهذا الشكل هذا، وانتم كتشوفوا راني كنقاد الورقه. درت الورقه الاولى فوق من الحشوه وغادي نزيد الورقه الثانيه، درت 2 لتحت و2 الفوق، غير اللي بقات ليا الورقه اللي بقات ليا ما غاديش نضيعوها. صافي كندهنوها حتى هي مزيان بداك الزيت والزبده، وكنقطعوا الزوائد البنات بهذا الشكل هذا باش تجينا البحلوه ديالنا مقاده. صافي من بعد ما كنقادوها حتى هي كنقطعوها شكل مربعات بهذا الشكل هذا. نتوما كتشوفوا كتقطعوها باقا ما طابت باش ملي كطيب كتجيكم ساهله فاش كتحيدوا بالحبه بحبه. بعد ما دخلت الموله البنات الفران جبت اللاطه الاولى اللي دخلت الفران. هانتوما كتشوفوا الحشوه ما كتخرجش في الصراحه، كتجي رائعه هاد بحلاوه هادي، صدقوني جربوها ما غاديش تندموا عليها في هذا الشهر الفضيل. صافي دابا غادي نسقيها بالعسل وهي سخونه البنات، والعسل كيكون بارد باش كتشرب لينا داك العسل. هانتوما كتشوفوا ضروري ما نسقيوها وهي سخونه باش كتشرب لينا ديك الحشوه العسل وكتجينا معلكه البنات صدقوني. درت الكاس الاول غادي نزيد نص كاس البنات. هانتوما صافي كنسقيوها ما حدا سخونه. انا درت كاس ونص البنات ديال العسل، كاس صغير درت كاس ونص. صافي كنخليوها تشرب داك العسل واحد 15 دقيقه. جبت المول اللي درتوه البنات مؤخرا، صافي حتى هو سقيته بالعسل وكندهن الوجه ديالها بالعسل حقاش تشربات لينا البنات. صافي باش غادي تلصق لينا داك الكاوكاو مهرمشه البنات اللي خلينا شويه منه باش نزينو. صافي كنزينو الوجه ديالها بهذا الشكل هذا نتوما كتشوفوا، والتزيين كيبقى اختياري باش ما بغيتو تزينوا. بصراحه كتجي على هذا الشكل هذا كتجي رائعه. بالنسبه للبحلوه غادي تنفعكم في هذا الشهر الفضيل، الله يدخلوا عنا بالصحه والسلامه لا فاقدين المفقودين. صافي من بعد ما تشربت لينا حتى هذا المول هذا كيتشرب لينا غادي نزينو حتى هو هانتوما كتشوفوا. صافي ونبدا ديك الساعه غادي نحط في الصحن ديال التقديم. هانتوما كتشوفوا جبت معكم واحد الحبات باش تشوفوا كيفاش كتجي مسقيه البنات وشاربه العسل. هانتوما كتشوفوا غير تبعوا الطريقه والمراحل وغتنجح معكم من اول استعمال. بالنسبه للمبتدئات راه كتجي رائعه البنات، والله كتجي هكا شكل صيغار، كتجي بهذه الطريقه اللي وريتكم البنات، والله الا كتجي غزاله البنات. صافي دابا غادي نحطها ان شاء الله في صحن التقديم وديك الساعه غادي نقدمها معكم. هانتوما كتشوفوا راه كتجي البنات والله مسقيه وزوينه ولذيذه. وهذا هو الشكل النهائي ديال البحلوه ديالنا بعد ما قدمتها معكم. كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي رائعه ومعلكه ومقرمشه، كتجي لذيذه صدقوني البنات، وحشوه اقتصاديه تجربيها من اول مره غادي تنجح معاك صدقوني البنات، غادي تنفعكم ان شاء الله. سجلوها هكا لرمضان ان شاء الله، ديروها راه ساهله ودغيا كتوجد، ما غاديش تاخذ معك واحد الوقت اللي هو طويل، دغيا كتوجد البنات لا الحشوه ولا الورقه. زعما الصراحه ساهله ماهله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على اختكم نوال باللايك وبارطاجيو الفيديو مع احبابكم واصدقائكم باش تعم الفائده. فضلا وليس امرا، خليتكم في امان الله وحفظه حتى الفيديو الجاي. مع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله.